معنا اتصال عفوا. طيب الأخ أحمد من العراق، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سؤال شيخ. قبر النبي صلى الله عليه وآله من الذي بناه؟ من الذي شيده؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي بناه؟ من الذي شيده؟ نعم. ألو. من الذي شيد قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم. من الذي سيد قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكرا لك على اتصالك. كما ذكر الحافظ ابن كثير وكثير من أهل العلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه شيء في حياة الصحابة جميعا أبدا. وقد أراد عمر رضي الله عنه أن يوسع المسجد، فقيل له عرض عليه يعني أن يوسع المسجد من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما هذا فلا، وأمر بتوسيع المسجد من الجهات الثلاث غير الجهة الأخيرة هذه. لم يضف القبر إلى هذا كان قصدك، القبر ما بني عليه شيء، القبر ما رفع، القبر أضيف يعني وسع المسجد حتى شمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتأمل أمرا مهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف في المسجد، وكانت بينه وبين غرفة عائشة نافذة، فكان يغسل، فكانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي في داخل حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده معتكفا. إذن هل كان هناك في مسافة؟ لا، ما كان في مسافة، كان في فقط حائط يحول بين حجرة عائشة وبين المسجد النبوي، فقط حائط.